أي تشخيص لظاهرة الهجرة القروية إلى تزايد أم انحسار في الأعوام الأخيرة؟ هل العامل السوسيو اقتصادي وحده يسعف في تفسير نزوح ساكنة البوادي أفرادا وأسرا باتجاه الحواضر؟ في أي ظروف يكون المقام؟ وما تداعيات الهجرة على مجالي المنطلق والاستقبال؟ ثم ما شروط تنمية العالم القروي على نحو يغني ساكنيه عن الانتقال إلى المدن؟ الهجرة القروية موضوع عدد هذا المساء من بدون حرج، والبداية عينة من آراء المواطنين. مشاهدينا أينما كنتم، أرحب بضيوفي في الاستوديو، وأبدأ بالأستاذ إدريس شحو، أستاذ التعليم العالي المتخصص في البيئة البشرية. مساء الخير. أهلا وسهلا أختي إيمان. يسعدني كذلك أن أرحب بالدكتور أحمد جوال، وهو أستاذ باحث في علم الاجتماع القروي. مساء الخير. شكرا جزيلا. على يساري يحضر معنا هنا في الاستوديو السيد محمد حليبو، عضو جمعية تيغزا أطلس للتنمية. مساء الخير. شكرا، بارك الله فيك. والترحيب يتجدد بالدكتور عبد الرحيم العطرية، الأستاذ الباحث في علم الاجتماع. مساء الخير. مساء الخير أستاذ إيمان. دكتور عبد الرحيم العطري، نعلق في البداية على ما جاء في الشهادات. شكرا أستاذ إيمان. ربما أميل إلى طرح مقاربتين. المقاربة الأولى وهي السطحية، يعني أنه تنشوف الأشياء ربما التي قيلت ربما أعلنت، وهي أن الكل اتجه في سبيل أنه تبرير الأسباب اللي تتخلي الناس أنهم يهاجروا، ولكن أيضا يجب أن ننتبه لواحد الخطاب كان خفي ظهر أيضا في الشهادات، وهو أن بحال تنقولوا لهاد الناس ديال البادية ما عندكمش الحق تنتميوا للمدينة، بحال واحد الخطاب ديال الصد، يعني انك انت في الباديه خصك تبقى في الباديه، وان المدينه هي الناس المدينيين، وان القريه الناس القرويين. ولكن اعتقد ربما الهجره هي حق مكفول للجميع، بطبيعه الحال عندها تداعيات وعندها ضرائب يؤديها الجميع، ولكن اي خطاب الصد رجاء يجب ان نتحفظ بشانه. دائما في سياق التعليق على الشهادات اشرك ضيفي على اليمين الدكتور احمد جوال. ما الذي استوقفك في تداول المواطن لهذا الموضوع؟ ما اثار انتباهي هو المداخله ديال أحد المواطنين حينما قال فالجيل الثالث ما بقاش عنده الحنين إلى الأرض. أنا كنمشي مع هذا المواطن وكنقول ماشي الأرض هي اللي مفقودة، ما كايناش حاضرة في الأذهان ديال هذا الجيل، هذا اللي الجيل الثالث، وهو الأرض كنعتبرها قيم وعادات وتقاليد نبيلة كتندثر. ما أحوجنا إلى بادية وإلى قرية تحافظ على قيمها الأصيلة، وهذه الدخول. هذا ربما يطرح كعامل من العوامل الثقافية التي شجعت فعل الهجرة، وسنعود إلى هذا العامل الثقافي النفسي. دكتور شحو، بالنسبة للشهادات وكأنها تطرح الهجرة القروية كاضطرار أكثر منه خيار. هو في الحقيقة أنا أعتبر أن ما ورد على لسان المتدخلين يوحي إلينا بنوع من الوعي بالظاهرة. حقيقة هناك تلخيص لكل الأسباب متداخلة ومتفرقة أيضا عندما يتحدثون عن الوازع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي. حقيقة كلها التحليل المنظوماتي يفترض أنه ليس هناك عامل واحد يتحكم في الظاهرة، وإنما العوامل متداخلة. كانت هناك حوصلة لما يمكن أن نقوله نحن بنوع من التفصيل والتحليل والتأويل إن شاء الله. سيد محمد حليبو، أنت كتجينا من الأطلس المتوسط، من منطقة أو من إقليم خنيفرة، كيف شفتي هذه الشهادات اللي كتحاول تفسر هذه الظاهرة؟ أعتقد بأنها شهادات لمواطنين نحترمها، مبنية على ملاحظات، يعني أشياء عاشوها. أعتقد بأن لكل قراءته للظاهرة، لأنها أصلا متشعبة معقدة مركبة، صعيب باش يعني نتعاملوا معها بشهادات أو نبنيو على شهادات هكا، ولكن شهادات تقول ما تقول من الواقع المعاش.
بالنسبه للشهادات اللي ركزت على الاسباب، حنا قبل ما نوصلوا للاسباب نتكلموا في التشخيص. عندنا واحد الرقم اللي هو من 75% الى 40% انتقلت النسبه المئويه من ساكنات البوادي في المغرب وفق الاحصاء ديال 2004. وبالنسبه لك دكتور عبد الرحيم، الظاهره هل هي الى انحسار ام الى تزايد في السنوات الاخيره؟ شكرا لاله ايمان. هو المغرب اليوم يعرف واحد مجموعه من الانتقالات، كاين انتقال ديموغرافي وكاين انتقال اجتماعي، انتقال قيمي وكاين انتقال ايضا مجالي. ما اقصد بالانتقال المجالي هو ان المغرب اللي كانت الساكنه ديالو مثلا في الخمسينيات ولا قبل هي الساكنه القرويه هي الاكبر، اصبحنا انه مع الاحصاءات المتقدمه تلاحظوا بان الكفه تميل للساكنه الحضاريه، يعني ان سكان المدينه هم اكثر. وحتى في التوقعات ديال 2030 غتولي الغلبه نهائيا لسكان المدينه وليس لسكان القريه. يعني المشكل اللي تيطرح، هل نتوفر على مدن يعني تتوفر فيها المدنيه والمدينيه، ام اننا نتوفر على قرى تحت مسميات جديده وهي اسم المدينه؟ انا اي واحد المساله هو ان الظاهره يعني اخذه في ارتفاع. لماذا اخذ ارتفاع؟ لاسباب متعدده. كاين اول سبب وهو التحولات المناخيه، لان شنو اللي خلى الهجره تتحرك من شحال هذه؟ راه هو الجفاف، هو الجوائح، هو مجموعه من الاشياء. وكاين اسباب اخرى وهي الاجتثاث القروي. راه اليوم تنعيشوا واحد الاجتثاث قروي كبير جدا، مجموعه من الناس يتحولوا الى فلاحين بلا ارض، وهذا رجع تاريخيا للتسلط القيدي اللي كان عندنا. راه شحال هذه القياد راه داو الناس اراضيهم، وكما قلتي الايمان راه في كثير من الاحيان راه الهجره القرويه راه اضطراريه وماشي اختياريه. دائما في التشخيص اشرك دكتور دريس شحو ما عندناش معطيات يعني او ارقام رسميه محينه كيغيب هذا المعطى، ولكن بالنسبه لك واش حنايا في هذه السنه او في السنوات القليله الماضيه كنعيشوا موسم هجره؟ طبيعيا دائما كان الناس عبر التاريخ ينتقلون من مناطق الندرة إلى مناطق الوفرة، من مناطق الخصاص والفقر إلى مناطق الغنى والعطاء، شيء طبيعي. إذن لا مندوحة من أننا سنصل على المدى المتوسط أو البعيد إلى أن نصبح كما أصبحت الدول الغربية، أي ترجح كفة الحضر وتتدنى كفة البدو. ولعلكم تعرفون أن الآن من يشتغل في القطاع الزراعي مثلا في الولايات المتحدة 1% من الساكنة، 1% تطعم الأمريكان 300 مليون وتصدر البترول الأخضر وكذلك في فرنسا وكذلك كل الغرب، يعني لا تتجاوز النسبة 1 إلى 2. وإحنا ما زال يعني نسبة عالية جدا تشتغل في القطاع الزراعي، بمعنى أن العولمة بطبيعة الحال والتحولات اللي تحدث عنها السي العطري، التحولات المجالية والتحولات الديمغرافية والتحولات البيئية كلها تشي بأننا سنصل إلى هذه المرحلة. ولكن دعيني أعود قليلا إلى الوراء لنذكر بأن هذه الهجرة ليست وليدة الساعة، ولكن هي بدأت منذ دخول الاستعمار. الإنسان في البادية أو في المدينة يعيش في إطار القبيلة والشيخ بطبيعة الحال شيخ القبيلة الذي له سلطة معنوية على الناس، يعني أمغار كما يقول أهل البلد، كبير القوم وأكثرهم رجحانا عقليا إلى غير ذلك. وبالتالي كان لكل فرد في القبيلة موقعه وموضعه، ولو كان فقيرا له مكانته، يفتي في إطار الجماعة إلى غير ذلك. بعد أن جاء الاستعمار كسر هذه البنيات المجتمعية الحل، لأن كثير من المعمرين جاءوا واستحوذوا على الأراضي واضطر الأهالي إلى الهجرة. يعني قبل ما نوصلوا لمرحلة القيد، قبل ما نوصلوا لمرحلة القيد، يعني المسألة ديال امتلاك الأراضي. امتلاك الأراضي بطبيعة الحال المعمرين جاء وبعضهم امتلك 2000 هكتار. أنا من ضواحي، أنا من سايس، وأعرف أن كثير من البقع الأرضية ما زالت تسمى بمسميات الفرنسيين الذين كانوا فيرما ديال ساليس، فيرما ديال أرنو، فيرما ديال لاصادام. هؤلاء السكان بعد أن سلبت منهم أراضيهم عنوة أو اقتناها منهم المعمر بدراهم معدودة، اضطروا إلى أن يهاجروا إلى المدن. وبعد ذلك استمرت السلسلة بعد أن خرج الاستعمار وتغيرت البنى بطبيعة الحال وتكسرت هذه البناء الاجتماعية التي كانت تستوعب هؤلاء بطبيعة الحال، فبدأ النزيف نحو المدن بطبيعة الحال لتغيير الوضعية. وهناك أسباب كذلك نحو الأقطاب الصناعية. يمكن أن نعود إلى أشياء أخرى بطبيعة الحال التي استمرت على نفس المنوال وزكت الظاهرة بطبيعة الحال. دكتور أحمد قوال، نتكلموا في جغرافيا الظاهرة. واش ممكن الجزم بأن مناطق المنطلق ديال هذه الهجرة هي المناطق المغربية الأكثر فقرا؟
بمعنى أن المسألة مرتبطة بالفقر والهشاشة أو لا مرتبطة بتداول هذا الفكر هذا ديال التنقل وديال الهجرة في مناطق دون غيرها. نبقاو في المنطلق. منطلق الهجرة كما نعرف جميعا ينبغي أن لا نعتبر القرى هي قرى منشزمة. هناك قرى البادية، قرى الجبل وقرى السهل وقرى الصحراء وقرى الواحات. احنا بس كنقولوا هاد المناطق احنا خصنا نشوفوا المناطق هكا. كاين قرى متعددة جغرافيا وثقافيا. ثم أن انتقال الهجرة لا تعني انتقال البشر فقط، بل هو انتقال لأنماط ديال التفكير ولثقافة معينة إلى المدينة. الدار البيضاء كمدينة كبيرة كان فيها روافد كثيرة ديال الناس القادمين من مناطق مختلفة، والناس اللي كانوا فيهم وسوسة كانوا كيجوا للدار البيضاء بطبيعة الحال. ولكن الآن يعني الظاهرة تغيرت نوعا ما، لأن الهجرة أصبحت قاعدة تشمل الجميع، سواء المناطق اللي هي أغيد المناطق اللي هي أريد أو المناطق الخصبة. إذا كاين واحد النوع ديال بأن المهاجر يمشي إلى المدينة أو يذهب إلى المدينة ويقصد المدينة. كاين واحد اتراكسيون، كاين واحد الجاذبيه، وهذه الجاذبيه هذه كيحاول ما امكن الفقر وهذا الشيء كيذوب، الفقر وعوامل اخرى كتذوب. يعني كل سواسيه امام هذا الهجره، كل يهاجر. واضح. نعم الكل يهاجر. سيد محمد أحليبو، في التشخيص بالنسبه لك انت كتنحدر من او لا كتشتغل في هذا المجال القروي، هل الهجره فكر وفعل الهجره الى تزايد أم بدا كيتراجع في السنوات الأخيرة بناء على التجارب ربما غير الموفقة لعدد من الأسر ومن المهاجرين؟ كاين المناطق شبه الصحراوية والمناطق الجبلية اللي هي أكثر عرضة للهجرة القروية وكتعاني حاليا من الهجرة القروية وبحدة، بالموازاة مع أن الهضاب والسهول وبالخصوص حتى مناطق الريف يعني كاين الظاهره، ولكن ماشي بنفس الحده. الحاجه الثانيه هو نرجعوا للارقام. فين ما لقيتي جماعه قرويه بالتقسيم الاداري الحالي اللي هو دار في 92 على الاقل وفيها نسبه الفقر مرتفعه الا وتوازيها نسبه الهجره مرتفعه. هذا مسائل هذه مسألة حتمية مبررة في الميدان. هناك هجرة داخلية نسميوها داخلية وسط التراب ديال جماعة معينة ياك، وهناك هجرة خارج الجماعة على المستوى الوطن. دونك هادو مسائل وحده مختلفة اللي هي في وسط الجماعة، يعني في وسط التراب الجماعي ديال جماعة معينة أو إقليم معين، فهي موسمية كتحرك وكتعاود ترجع. يعني كيمشي يشتغل في الفلاحه او في البناء او في شي حاجه وتيرجع لوليداته وعائلته الى اخره. بينما هذاك اللي تيخرج من هذا الوسط الاثني ديالو والانتماء الترابي ديالو الى اخره، فهذاك عاده تيقطع مع المكان اللي مشى منه، تيبيع الاملاك ديالو، تيهز وليداته وتيمشي يعني بشكل هادو هجرة الافراد وهجرة الاسر، هجرة الاسر وهجرة الافراد. دونك هذاك الشيء باش قلت لك راه هنايا كاين مازال شي شويش ديال التدقيق، خصوصية ديال كل والخصوصية ديال كل حاجه. والاسباب كما قالوا الاساتذه راه الا رجعنا نرجعوا لها راه اسباب غنتكلموا الان نتكلموا في الاسباب. لكن قبل مواصله النقاش نتابع الروبورتاج الاول في هذا العدد. فاتحة علي تتوقف مطولا عند جملة الأسباب التي تؤسس أو يؤسس بعضها منذ عقود لفعل الهجرة من القرية إلى المدينة، وأخرى مستجدة منحت الظاهرة أبعادا إضافية قبل أن نخلص إلى حتمية تبني مقاربة شاملة للاحتواء تتجاوز مشاريع المياه والكهرباء إلى تنمية مستدامة جوهرها العنصر البشري. صورة عبد الصمد منتصر. بفضاءاتها المتنوعة ووفرة البنية التحتية والخدمات الأساسية تمارس المدينة تأثيرا قويا على ساكنة القرى،
تأثير يتفاعل مع عوامل أخرى يعيشها مغاربة البوادي تدفع بعضهم في آخر المطاف إلى هجر القرية والارتماء في حضن المدينة. منهم من ينجح ولو جزئيا في تحقيق أهدافه، وكثيرون يصطدمون بمشاكل وتحديات جمة ترغمهم على العودة من حيث أتوا أو ترمي بهم إلى هوامش مدن أغرتهم ببريقها. تغري ببريق، ولو أنه قد يكون كاذبا وقد يكون صادقا، ولكنه بريق فعلا يغري الإنسان. لماذا؟ لأن المدينة تشكل أولا رغد العيش، تشكل العمل المستمر والأجر، تشكل السكن المريح، تشكل التمدرس، تشكل مجموعة من إشباع مجموعة من الحاجات بالنسبة للإنسان القروي. المقارنة الأولى اللي كانت هي بين المدينة عندهم الضوء عندهم الماء، هذه في الأول. النقطة الثانية جت البنية التحتية، ما عندناش الطريق، ما عندناش المستشفيات، هذا العمل السبب الثاني. الثالث قد يرتفع شوية الوتيرة حسب التطور ديال العقلية والثقافة المغربية. الثالث وهو أن المدارس، هذه ظروف اجتماعية، أن المدارس ليست موجودة بالشكل الذي ينبغي أن تكون في القرى. بسبب توالي سنوات الجفاف أو هربا من الكوارث الطبيعية، اقتصرت الهجرة القروية في البداية على نزوح ساكنة القرى نحو المدن المجاورة. فيما بعد عرفت الهجرة القروية توجها نحو الأقطاب الصناعية والتجارية والخدماتية، بحثا عن فرص عمل تحقق مكاسب أكبر من التي يحققها النشاط الفلاحي. الهجرة كانت مركزة صوب أماكن محددة، وخاصة الشريط المتواجد ما بين مدينة الدار البيضاء ومدينة قنيطرة، لأن هذا الشريط الساحلي هو الذي تركزت فيه الصناعات، خاصة الصناعات التحويلية في الفترة الاستعمارية وحتى بعد الاستقلال، وبالتالي لم تكن هناك تنمية لا مركزية، بل أن هذه الصناعات كانت مركزة. إذن فهذه المدن عرفت نزوحا كبيرا. الصورة النموذجية اللي كيحاول يسوقها الشاب اللي سبق له أنه انتقل لمراكز حضرية للشغل، ملي كيمشي يرجع للقرية في الأعياد ولا في العطل السنوية ديالو، يعني كيعطي واحد الصورة للشباب بأنه يعني ناجح في الحياة ديالو. وهناك كذلك أسباب مرتبطة بما هو سياسي اجتماعي، غياب البنى التحتية. غياب البنى التحتية وضعف التجهيزات السوسيو اقتصادية والخدمات الصحية في العالم القروي عوامل تفسر كذلك تزايد حدة نزوح سكان الأرياف في اتجاه